مساء الخير، اخباركم يا رب تكونوا بخير. هنكمل يا جماعه سلسله كنا بنعملها قبل كده، وهنكمل ان شاء الله فيها اسمها سلسله معلومه عشانك. كنا عايزين نتكلم على بوينت مهمه شويه. يعني في بعض السيدات بتشتكي ان هي لو عامله بريفيس اوبريشنز كتيره او عامله مالتيبل سيزيريان سكشنز او حتى ايفن نورمال فاجينال ديليفري هي والده طبيعه المراه، او في ولادات كتيره بتشتكي دايما ان هي بتعاني من ان في ترهل في الجلد، ترهل في منطقه البطن والاخر من الكلام ده كله، محتاج تعمل ريشيبنج. فبتقول لي والله انا عايز اعمل تامي تاك. طب يا جماعه ما عنديش مشاكل، كل الاوبريشنز دي كويسه جدا، لايف سكشن او ريفر اللي هتعمليه ايه، بس هي الفكره كلها ان برضو دي نقطه يمكن يعني ما يختلفش فيها معايا دكاتره التجميل زمايلي. هي حته ان انت لو بتفكري ان انت تحملي تاني، يفضل انك تخلصي الولادات كلها مره واحده، تمام، وبعدها نعمل حاجه زي كده. ليه؟ لان انت دلوقتي هو دكتور الزميل البلاستيك سيرجن هيعمل لك الاوبريشن عادي جدا، هو راجل اكستريملي كواليفايد، بس الفكره كلها ان انت مش هتساعديه يوصل لاحسن نتيجه معاكي، نظرا لان انت ممكن تحملي بعدها. فالنتيجه اللي انت وصلت لها بعد الاوبريشن هو عملها لك وحسن لك الشكل وبقى فيه ريشيبنج كويس جدا والدنيا عندك مظبوطه قوي، ممكن نتيجه ان تحصل حمل تاني او تحملي تاني بعدها ما توصليش معاه او تلاقي نتيجه مش زي ما انت كنت متخيله، او تلاقي نتيجه قلت عن الشكل اللي انت كنت منتظراه او اللي انت كنت عليه قبل ما يحصل حمل تاني من بعد الاوبريشنز دي. فبوينت مهمه شويه ان احنا لو بنفكر في حمل دايما نخلي دايما ان احنا بنخلص خطواتنا كلها كاوبريشنز او ليها علاقه بالولاده، كل المجموعه مره واحده، سواء بقى مره 2 3 او بنفكر في حمل نخلص كل الكلام ده. خلصنا الكلام ده كله، الفتره برضو اللي بعدها بتبقى مهمه جدا، هي فتره سنه او سنه ونص بتاعت الرضاعه، نخلص الكلام ده كله عشان خاطر بعدها يبقى الجسم وصل لشكل معين هو ده الشيب الاخير بتاعه، مش هيحصل فيه اي نوع من انواع الموديفيكيشنز او التغييرات تاني. لما بنوصل للجزئيه دي بيبقى سهل جدا بعدها لما اروح لدكتور البلاستيك واقول له انا عايز اعمل كذا كذا، هنبقى ضامنين وهو هيبقى واثق 100% ان النتيجه بتاعته احسن حاجه، لان هو مش هيحصل اي مشكله تاني او مش هيحصل تغييرات هرمونيه تاني في جسمك تنتج عنها تغييرات تاني في شكل الجسم تاني، فنبقى قللنا من الشكل النهائي بتاع الاوبريشن. يعني عشان نوصل لاحسن نتيجه في الحياه اللي زي دي يفضل دايما ان احنا لا احنا نخلص، لو بنفكر في ولاده بنفكر في حمل تاني او اي حاجه من دي لا نخلصها، لو احنا بنرضع دلوقتي نخلص الفتره بتاعت الرضاعه عادي خالص، نرجع نخلصه تماما، بحيث ان احنا بعد لما نيجي نعمل الاوبريشن دي اولا هيكون في فرصه ان جسمنا رجع لشكله الطبيعي تاني، هرموناتنا من بعد الفتره دي بدات تتزن تاني، فخلاص لو في ديبوزيشن اوف فات في مكان ما او اخره بدا الموضوع ده لحد ما يتنسق اوتوماتيك لوحده، فهيخلي الاوبريشن اللي هيقوم بيها او الجزء التجميل اللي هيتعمل من خلال دكتور التجميل هتبقى نتيجه افضل واحسن لك، تمام. فاحنا هنخلص كل حاجه، نخلص الحاجات اللي بتبوظ الدنيا كلها وتبوظ شكل الجسم والاخر من الكلام ده كله، نخلص الخطوات دي كلها، وبعد ما نخلصها نروح بقى نظبط حاجاتنا كلها مره واحده. بس فدي نقطه، عشان كان كذا حد سالني قال له انا كنت عايز اعمل عمليه وبس بفكر احمل تاني لسه كمان سنتين ولا حاجه، ومدير نفسي فتره بوز بس عشان خاطر شكل جسمي. بقول لها لا، ده انت لو كده ممكن لو عندك اوبشن انك تعجلي ميعاد الحمل تاني، او اللي بتفكري في الحمل تخلي الميعاد بدري شويه بحيث انك تخلصي البروسيس دي كلها as soon as possible ASAP، وبعدها نعمل المانوفر بتاع التجميل او الجزء بتاع شفط الدهون او التامي تاك او ريفر بقى المانوفر الدكتور الزميل في البلاستيك سيرجري هيختاره لك مناسب ليكي حسب الحاله بتاعتك. فبس اتمنى ناخد بالنا من الحته دي شويه، وهتفرق معانا كتير بالذات في النتائج بتاعت الاوبريشنز دي بعد كده. يعني انا خلاص دلوقتي خلصت كل الحاجات اللي عايز اعملها اللي ممكن تبوظ شكل الجسم، فانا خلصت كل حاجه، هروح بقى زي ما بيقولوا كده ايه شغل على نظيف، يعني جاست نقطه من اول السطر، فدي تفرق كتير جدا جدا يعني. I think كده البوينت واضحه شويه، و stay tuned في much more فيديو ان شاء الله بنفس الموضوع اللي هو موضوع سلسله عشانك او سلسله معلومه عشانك، و have fun. باي باي.